اما انت تستنبط من الواقع او تعيش حاله. فهكذا يكتب الشعر، هو ارهاصات داخليه، ظروف نفسيه تمر بيها، تطلع قصيده. يمكن هي كل الناس موجوده بداخلها، لكن انت تقدر مرات انت تعكس خلجات الاخرين. بالضبط. يعني كان شخص يحكي لك قصه، او انت تعيش قصه، او تستنبط من الواقع نفسه، تشوف حاله معينه. هو الابداع بس انت تكون تكتب قصيده وتحسها معبر عن الداخل. بالضبط بالضبط. يعني يمكن انت اذا تكتب قصيده تعبر عن نفسك انت، يعني انت هاي شيء يخصك، ما اعتقد ياثر بالاخرين. بس انت من تنظرها تنطبق عليك وتنطبق على البقيه، راح تكون مؤثره. بالضبط. هذا قصه قصيده شو محضره؟ قصيده عن التكبر والغرور. هي مو ذيك القصه، لانه هي تتكرر هواي بمجتمعنا. يمكن اكثر الناس ناكرين للجميل يصادفون هيك ناس. هاي قصه بالعكس مهمه، لان الناس تعاني من هذا. يعني صديقك انت اذا عايش وياه وتحسه هو هذا القريب، يعني قريب منك، وتحسه هو راح يكون له موقف اذا انت وقعت او مرت. انت هسه تحكي بشكل عام لو قاصد احد معين؟ انا قصدت احد معين. تمام. شنو موقفه هذا وياك الشخص؟ موقفه احنا كنا عايشين واحنا صغار سوا وكبرنا سوا. وانا تزوجت وهو تزوج بعد يعني. الله مكنه، يعني الولد تغير. اي يعني مو هو. يعني ما عرفه حقيقة. عجيب. وبعدين بدأ يتباهى الشخص من تقابله، تتصور راح تعيش وياه ذكريات. يعني يقول لك تتذكر، بدأ يحكي عن نفسه بطريقة يعني يحسسك كأنه ما هو عبر خطوة عليك. عبر وصار أحسن منك. بالضبط. يعني للأسف. وأنا أعتقد احنا كنا ماكو إنسان أحسن منك. لا طبعا. فقلت له على جرف ولقيتك. بالمناسبة أنا واقف له هواي يعني. قلت له على جرف ولقيتك جسر مطروح، تالف معدنك وعيوبك هواي، بالقدرة رفعتك، ردت أحييك وقمت تسوى لأن خليتك وياي. الله أسمعك تهمس بإذن اللي يعبرون، وتقلهم عليت وصار جواي. الله على جرف ولقيتك جسر مطروح، تالف معدنك وعيوبك هواي، بالقدرة رفعتك، ردت أحييك وقمت تسوى لأن خليتك وياي. أسمعك تهمس بإذن اللي يعبرون وتقلهم عليت، وصار جواي. يصحانا نهر لو عفتك تموت، لا يغرك عليك الراح والجاي. ذول اجدامهم سولفت وياك، بس عيونهم سولتها طرواي. الله يا شاعريته. ذول اجدامهم سولفت وياك، بس عيونهم سولتها طرواي. صدقني بعلاتك ما إلك زود، الناس مدلتك من زود مجراي. اي والله. من نمشف تظل ما حد يمر بيك، تصعد قيمتك من يصعد الماي. الله بيه تريد تغدر يا ترى شلون، طب سابع عرض ما تلقى مكفاي. واذا جدني بيدوسك واقف وياك شقول انا النوارس كلها وياك. اذا جدني بيدوسك واقف وياك شقول انا النوارس كلها وياك. طبع الجسر ثابت وانت مهزوز، شخصيتك ضعيفه وما لك راي. حيه بلا كرامه ربات الهنود، يطردها القصب ويجيبها الناي. الله ايش قد قلت لك تهدى وما تهديت. طب من هاي حكي طلع من هاي غرورك حفر لحدك. وانا هليت عليك تراب دفنه بكبر دنياي. ما ذمك اذكرك دوم بالخير، من نذكر محاسن بعض موتاي. من نذكر محاسن. الله سيد. الله يسلمك. القصيدة ممتلئة، يعني رغم انها قصيدة موقف، لكن فنيا وشعريا ما شاء الله عليك. هذه شهادة بكل بيت لابس.